في ايام كده الواحد بيبقى عايز ياكل فيها اكله سريعه وفي نفس الوقت تكون حلوه زي الاكله اللي احنا هنعملها النهارده دي. هنعمل مكرونه بالفراخ والمشروم وبصوص رهيب، من غير بشاميل ومن غير كريمه، وهتتحضر في اقل من 20 دقيقه. تعالوا بينا نشوف عملناها ازاي مع بعض. اول حاجه هنجيب الوك بتاعتنا كده على النار، ولازم نسخنها كويس جدا. نحط مكعبين وثلاث مكعبات من الزبده، عليهم شويه من الزيت. اول ما يسخنوا كويس هننزل عليهم على طول بقطع الفراخ اللي احنا مقطعينها بالشكل ده. نستنى عليها كده لحد ما تتشوح معانا كويس جدا. بعد كده ننزل عليها البصل متقطع جوليان بالشكل ده ونديلها تقليبه، وبعدين نحط عليها مجموعه التوابل دي: بصل باودر وتوم باودر وشويه من الفلفل الاسود وشويه من الملح، شويه من البابريكا، وكمان مكعب من المرقه. بعد كده نزلنا على طول بالمشروم والفلفل الالوان ومكعب كمان من الزبده، واديناها تشويحه مع بعض بالشكل ده. وبعدين هنحط عليها كوبايتين من اللبن، وانا هعمل دلوقتي بديل كريمه الطبخ. حطينا كوبايتين من اللبن، عليهم علبه من القشطه. ده عايزه اقول لكم بيدي نفس تيست الكريمه بالظبط. وحطيت كمان شرايح من الجبنه الشيدر وده اختياري، وشويه كده من الجبنه الموتزاريلا. بديلها تقليبه كويس جدا. ما ننساش كمان شويه من ميه سلق المكرونه اللي احنا عملناها. هنسيبها على النار لمده 3 4 دقايق لحد ما الصوص يتقل معانا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هنحط عليه على طول المكرونه اللي احنا سلقناها، ونبتدي ان احنا نقلبها كويس جدا وعلى البايركس على طول عشان ندخلها الفرن. بعد ما نحطها معانا كده في البايركس بتاعنا هنحط عليها رشه من الموتزاريلا وندخلها الفرن، مجرد بس كده ما الجبنه تسيح وتاخد معانا اللون الحلو. وبعد كده هنطلعها بقى، وشوفولي الجمال والحلاوه. عايزه اقول لكم جوسي وخطيره، من غير بقى ما نعمل بشاميل ومن غير ما نحتاج لا كريم ولا اي حاجه. اكله تحفه، انا متاكده انكم لو جربتوها هتعتمدوا. استنى رايكم. وده كان فيديو النهارده، اشوفكم في فيديوهات تانية ووصفات تانية، وباي باي.